الرز البسمتي الملون. لو عايز تعرف بيتعمل ازاي كمل الفيديو. في حلة سخنة نحط معلقتين زيت ونسيبها يسخنوا كويس جدا. بعد كده ننزل عليهم بقى بكم حباية مستكة 3 تقريبا، ولومي، ورق لورا، حبهان قرنفل، كبة صيني، وعود قرفة مكسرينه كده. واول ما نحطهم كده لما تكون الطاسه سخنه او الحله سخنه على طول هما يبداوا يتحمروا في الزيت، اوعي بس يتحرقوا منك. تقلبيهم لحد ما تلاقي المستكه هتلاقيها ساحت على طول، وهم كمان هيتحمروا على طول وريحتهم تطلع. اول ما الريحه تطلع على طول انزل بالرز البسمتي اللي انا نقعاه قبل كده من شويه من فتره كبيره ومغسول كويس جدا. افضل اقلب فيه لحد ما ينشف خالص على النار ويبقى ناشف كأني بعمل رز عادي جدا زي الطريقة اللي انا قلتها لكم قبل كده. وبعد كده اطشه بمية مغلية او شوربة. لو انت عندك مثلا شوربة لحمة او شوربة فراخ وانت عايزة تعمليها على طول من غير بقى التقديمة الاولى دي. انت اصلا المنكهات دي بتكوني حطاها في الشوربة، فتقومي رامية الرز في الشوربة على طول. وتحطي في اعتبارك انك لما بتنقعي الرز فترة طويلة ده بيخليه يستوي بسرعة وبيخليه ما ياخدش مية كتير. تخلي بالك من النقطة دي، طالما هتنقعي الرز يبقى تخلي بالك في المقدار بتاع اللي هي المية او الشوربة اللي يشربها ويستوي تبقى قليلة على طول. هنا بقى ابدأ انزل بالمية المغلية واقلب. طب هحيقه بيه؟ انا بحيق بمرق الدجاج وفلفل اسود وكركم بس كده. هنا كنت ظبطت الملح لقيت ان هو محتاج ايه تاني، اسيبه بقى لحد ما يتشرب كويس جدا وبعد كده اوطي عليه. هنا بقى قبل ما اوطي عليه جبت لون من عند بتاع اللي هو العطار، الوان بتاع الطعام عادي، وحطيتها كده عليه وسبته بقى يتشرب. طلع جميل زي ما انت شايفاه بالشكل ده. لا وكمان ايه مفلفل وجميل جدا وطعمه كان فوق الروعه. وهتقدميه بقى جنب كفتة مشوية، بني، فراخ مشوية، اي حاجة براحتك. انا هنا عملته جنب فراخ مشوية. لو عايز تعرفي الفراخ اتعملت ازاي تعالي على الفيسبوك، وما تنسينيش في المتابعة والاعجاب عشان يوصلك كل الفيديوهات بتاعتي.